اشتريت مرتبة جديدة. تعالوا معايا في فيديو جديد من يوميات سنجل مام في الغربة. طبعا انا جبت المرتبة ما كنتش متخيلة ان حجمها كده تقيلة يا جماعة، تقل يا لهوي. الفيديو ده كان مسخرة، قضيته كله ضحك وانا بفتحه. اول مرة اجيب حاجة جديدة واحس بسعادة قوي كده وانا بفتحها. تعالوا هقول لكم ليه. طبعا هتلاقوني بعمل حركات كتير ان انا يا لهوي بقع بقى ومش قادرة. هقول لكم ليه في الاخر او هسمعكم ليه. بس انا قررت افتحها، بس الموضوع ما طلعش بالسهوله دي يا جماعه. والله كانت تقيله، هي اصلا وزنها كتير جدا، وزنها 36 كيلو. انتوا متخيلين؟ يعني اكتر من نص وزني. يعني كانت تقيله وكانت مضغوطه، فكان الموضوع فيه صعوبه كتير. بس ما انكرش ان انا كنت بمثل ان انا بقع. ليه بقى؟ تعالوا هسمعكم ليه. بالظبط عشان الضحكه دي، لاني اول مره وقعت لقيته عجبته قوي وضحك، فبقيت امثل ان انا اقع، وهو كل مره يصدق ان انا وقعت ويفضل يضحك وتضحك عليا عشان بقع يا رينو. ماشي شكرا. المهم ادعوا معايا بعد التعب ده كله، لاني طولت جدا في فتحها واخدت مجهود، والله عرقت ميه وانا بفتحها. فادعوا معايا انها تطلع كويسه، عشان انا عندي ظهري بيوجعني، فحابه حاجه تكون مريحه. فحاولت بقدر الامكان ان انا اختارها بعنايه بعد ما قريت كتير قوي وسالت ناس كتير قوي، ووصلت ان دي الحمد لله انها كويسه. ف ادعوا معايا بليز انها تطلع كويسه، لاني مش هعرف ارجعها، اكيد مش هعرف المها تاني لو طلعت وحشه. والحمد لله فتحناها، ودي كانت فرحتي انا وابني. ولو وصلت لحد هنا شكرا ليكم حبايب قلبي، باي باي.